السلام عليكم، اهلا بكم. انا مروه طارق وانتوا تتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنعمل غرزه حلوه قوي، شكلها بيدي شكل غرزه التريكو الجزء البارز ده، وهي غرزه سهله جدا بتتكون من غرزه حشو وعمود بلفه. ممكن نعملها كوفيه او ممكن نعملها بطانيه بيبي تبقى جميله جدا، او حتى بطانيه تحطيها على الكنبه عندك هتبقى شكلها شيك قوي وحلوه وسهله ان شاء الله. الغرزه زي ما قلت لكم مكونه من حشو وعمود بلفه. طبعا حسب سمك الخيط هتشتغلي معاه مقاس الابره المناسب بتاعك. انا هشتغل بابره مقاس رقم 5 تيوليب، وعندي الخيط ده هيمالاي افريداي، السمك بتاعه يعني متوسط، فعلى حسب برضو ما انتي تشوفي السمك بتاعك وتشوفي برضو في ايديكي الشغل اخباره ايه. يلا بينا نبتدي. اول حاجه اعمل عقده البدايه، بعد كده انا هشتغل 20 سلسله. الغرزه دي كل اللي انت محتاجاه ان انت تكرري 10 سلاسل لحد ما توصلي للعرض اللي انت محتاجاه. فلو هتعملي كوفيه هتعملي العرض اللي انت عايزاه بس تكرار 10 سلاسل، لو هتعملي بطانيه هتفضلي تكرري في ال10 سلاسل لحد ما توصلي للعرض اللي انت محتاجاه. انا هنا هبتدي ب20 سلسله علشان الشكل يبان. 1 2 انا كده عملت 20 سلسلة. اول حاجة هبتدي اسيب اول سلسلة عندي اللي هي اخر سلسلة انا عاملاها، واروح في السلسلة اللي بعدها وادخل كده واعمل غرزة حشو، واروح في اللي بعدها واعمل غرزة حشو، واللي بعدها اعمل غرزة حشو. دي كده تالت غرزة. 4 5 6 7 8 9 وهقف، وهاجي هنا في المنتصف دي رقم 10 هعمل فيها عمود بلف، يبقى رقم 10 هعمل فيها عمود بلف. فلو انت هتعملي عرض كبير هتعدي 9 وتيجي في رقم 10 تعملي عمود بلفة وهتكملي تاني حشو. 1 2 هيكون متبقي معاكي 9 غرز. 3 4 5 6 7 8 9. طيب لو انت لسه مكمله في العرض بتاعك هتمشي تاني لحد ما توصلي للغرزه رقم 9 وتوقفي تعملي في ال10 عمود بلفه وهتكملي تاني وهكذا لحد ما توصلي للعرض اللي انت عايزاه. بعد كده هنطلع بسلسله واحده وهنلف الشغل الناحيه التانية، وهدخل على طول في اول غرزه هتقابلني مش هسيبها، هدخل كده واعمل غرزه حشو. بعد كده هعمل سلسله واسيب الغرزه اللي هتقابلني واروح في الغرزه اللي بعدها على طول واعمل غرزة حشو. بعد كده هسيب سلسلة واروح في الغرزة، اسيب الغرزة دي واروح في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو. سلسلة واسيب اللي انا واقفة عندها اروح في اللي بعدها واعمل حشو. سلسلة وهسيب الغرزة دي واروح اعمل حشو. بعد كده هيقابلني العمود بلف، ودايما انا اخر غرزة بعملها حشو بتبقى قبل العمود بلف على طول. هنا انا مش هعمل سلسلة، انا هلف الخيط على الابرة وهدخل كده من ورا العمود من هنا، واطلع الابرة من الناحية التانية من عند العمود بحيث العمود يبقى بارز عندي هنا على الابرة، واسحب الخيط اهو بصوا بيطلع بكل سهولة واعمل عمود بلف. طيب هكمل ازاي؟ الغرزة اللي بعد دي على طول هعملها حشو من غير سلاسل، يبقى قبل العمود ما بعملش سلسلة وبدخل حشو على طول، وبعد العمود نفس الكلام ما بعملش سلسلة وبدخل حشو على طول. بس ناخد بالنا من حاجة، ظهر العمود على طول فيه غرزة مايلة اهي، لو شايفينها دي انا مش هدخل فيها، دي ظهر العمود، انا بدخل على طول في الغرزة اللي بعدها. يبقى اللي في ظهر العمود دي شايفينها انا ما بدخلش فيها، انا بدخل في اللي بعدها على طول.
هدخل كده من غير اي سلاسل تحت الحلقتين واسحب واعمل حشو، وهكمل تاني بنفس الطريقة، سلسلة واسيب الغرزة دي واروح في الغرزة اللي بعدها على طول واعمل حشو، سلسلة واسيب الغرزة دي واروح في اللي بعدها واعمل حشو، سلسلة واسيب الغرزة دي واروح في اللي بعدها واعمل حشو، سلسلة وهسيب الغرزة دي وتبقى اخر غرزة عندي في السطر اهي. ناخد بالنا عشان بتبقى مايلة شوية الحلقتين بتوعها، ادخلهم كويس تحت الابرة اهو الحلقتين، واسحب واعمل حشو وارتفع بسلسلة. هلف الشغل الناحية التانية، وبعد كده هدخل برضو في اول سلسلة على طول هتقابلني تحت الحلقتين اهو، ادخل واعمل حشو واعمل سلسلة، وهسيب اللي هي الغرزة اللي احنا كنا بنعملها في الهوا دي، وادخل في اللي بعدها على طول اللي هي غرزة الحشو واعمل حشو فيها، سلسلة. يبقى فوق كل سلسلة انا كنت بعملها بسيبها ما بدخلش فيها، انا بدخل في الحشو اللي هي حرف الفي دي، بدخل جواها واسحب واعمل حشو، سلسلة وهسيب حرف الفي، هسيب قصدي السلسلة اللي في الهوا دي اللي احنا كنا عاملينها، وادخل جوه الحشو واعمل فوقيها حشو برضو، سلسلة واسيب السلسلة دي واروح في غرزة الحشو واعمل حشو. بعد كده هتلاقي نفسك ايديكي جت على العمود اهو اللي انتي كنتي عاملاه. طب هعمل ايه؟ احنا كده في ظهر الشغل، العمود مش قدامي، هلف الخيط على الابرة وهقلب الشغل كده لوشي بحيث ان انا ابقى شايفة العمود، وادخل برضو من تحت العمود، ادخل كده كده بحيث ان برضو العمود يبقى هو اللي على وش الابرة. خلاص، وهعدل الشغل كده عليا، هلف الخيط على الابرة واطلع بقى من الخيط اهو بحيث يبقى 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واطلع من اول لفتين والف واخرج من اللفتين التانيين. انا كده عملت العمود بلفة برضو، بس هو ايه في الظهر على العدلة بتاعته، لان انا كده شغالة في ظهر الغرز، فالعمود عندي هيبقى كده مش ظاهر ليه، فلازم الف كده عشان اشوف. نعملها تاني مع بعض. هفك الخيط اهو، انا واقفه في اخر غرزه حشو عملتها، وبايديا كده حسيت ان العمود اهو قدامي وظهر، هلف الخيط على الابره وهلف الشغل كده، او يعني هعدله كده عليا عشان ابقى شايفه العمود. هدخل كده تحت العمود اهو بحيث ان العمود يبقى بارز على الابره وانا داخله من ناحيتين كده، والابره رايحه وجايه معايا عادي، وهبتدي اسحب الخيط بحيث ان انا اطلعه من تحت العمود والف واخرج من اول لفتين واخرج من تاني لفتين كده. انا عملت عمود بلفة اهو، والشكل بيبتدي يظهر معاكي بقى لما تطلعي بسطور كتير. هروح على طول زي ما قلنا الغرزة المايلة دي مش تبعنا، دي ما بخشش فيها، انا هخش على طول في الغرزة اللي بعدها هنا كده اهو. بصوا ده الشكل اهو، ومن هنا اهو العمود اهو بارز، واعمل سلسلة واروح هسيب الغرزة دي واروح في غرزة الحشو وادخل فيها واعملها سلسلة، واسيب الغرزة دي وادخل في الغرزة بتاعة الحشو واعمل حشو، سلسلة واسيب الغرزة وادخل في الحشو واعملها سلسلة، واسيب الغرزة اللي في الهواء وادخل في اخر غرزة حشو عندي في السطر واطلع بسلسلة، وهلف الشغل وهكرر تاني نفس الطريقة. هبتدي برضو اعمل حشو في اول سلسلة، وبعد كده اعمل سلسلة حشو في اللي بعدها لحد ما اوصل للعمود بلفة هنا، وهنشوف هنعمله ازاي مع بعض. وصلت لاخر غرزة قبل العمود اهي بلفة، هدخل فيها واعمل حشو، مش بعمل سلسلة، هلف الخيط على الابرة على طول وهلف كده على العمود اللي انا لسه كنت عاملاه الاخير، هدخل اهو تحتيه، شايفين الابرة داخله وخارجه براحتها، اسحب الخيط من تحته واعمل عمود بلفة. بعد كده خلي بالنا ما بنروحش في الغرزة اللي في الظهر، انا بدخل في اول غرزة حشو على طول بتقابلني اهي، وبعد كده هعمل سلسلة وهسيب السلسلة اللي في الهوا دي واروح في غرزة الحشو اللي بعديها وادخل فيها، وهكمل سلسلة واسيب الغرزة وادخل في الحشو واعمل حشو، سلسلة واسيب الغرزة دي واروح في غرزة الحشو واعمل حشو، سلسلة وهسيب اخر سلسلة عندي وادخل في اخر غرزة حشو واعمل غرزة الحشو وارتفع بسلسلة وهلف الشغل الناحية التانية.
وهنكمل بالطريقة دي لحد ما نوصل للارتفاع اللي احنا عايزينه. هوريكم في الاخر شكل الغرزة بعد ما تطلعي بكذا سطر. بصوا كده ده الشكل النهائي بعد ما ابتديت اطلع بسطور. بصوا بيديكي غرزة بارزة اللي هي مكان العمود بلفة اللي بنعمله، شكلها بيبقى حلو جدا وتبان ان هي غرزة كأنها تريكو. لما بتطلعي بسطور كتير شكلها بيبقى احلى. ممكن هنا في البداية ان احنا نبتدي بإبرة مقاس اقل نمرة بس، علشان لما تبتدي تطلعي هنا بتلاقي ان الغرزة بتلم معاكي، فيبقى من تحت برضو نفس الشكل، ما تبقاش واسعة. فدي برضو تركة ممكن ناخد بالنا منها لو هتبدأي في بطانية عشان ما تضطريش تفكيها تاني. بس كده نكون خلصنا. اتمنى ان يكون الفيديو كان حلو ومفيد ليكم وسريع. شكرا لكم.